بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد أيها الأحباب، أحييكم عبر قناة سلام الإعلامية المباركة، وفي حلقة جديدة في برنامج مع اللغة العربية، الحلقة 33 بعد المئة بحمده تعالى. أرحب بكم أجمل ترحيب مرة أخرى، ويحييكم تحية الإسلام الخالدة: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دوما كنت أفتتح هذا البرنامج بآية من الذكر الحكيم، قوله تعالى: لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. بهذه الآية نفتتح الحلقة ونختتم بها اليوم، ودون الخروج عن كتاب الله سبحانه وتعالى، لأن هذه القناة المباركة قناة سلام نقول فيها قولا حسنا ينفعنا في الدنيا والآخرة. دون الخروج من كتاب الله اختار آية أخرى، وذلك لهدف سأشرحه بعد قليل. يقول الحق سبحانه وتعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. صدق الله العظيم. هذه الآية المباركة، وهي مجموعة آيات من كتاب الله العزيز، مررت عليها وأنا بخلوة الشيخ سيدنا خليل، له السلام والتحية والتقدير، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يمد في عمره ويزيده رفعة ومنعة إن شاء الله، فهو المقيم بحي الختمية في كسل الوريفة الوطن الثاني. قرأت هذه الآية وأنا أختم القرآن، أو هذه الآيات، وقرأتها مرة ثانية وأنا أردد القرآن الكريم في منتصف سبعينيات القرن الماضي، ثم قرأتها كذلك كثيرا وأنا تلك الآيات وأنا أتلو كتاب الله، أرجو أن يكون تدبرا و و و وقراءة لكنني حقيقة هذه الآية مما جعلها راسخة في ذهني، وأتلوها كذلك في صلوات الجهرية والسرية، أنها قد رسخت من لدن سماع عالم علامة فقيه حكيم، آه، مفتن، وكذلك رجل داعية ومجاهد من علماء شرق السودان، العلامة الجهبذ فضيلة الشيخ إبراهيم الأشقر رحمة الله عليه. فقد جلست إلى حلقاته كثيرا في مدينة كسلة، وفي حلقات المسجد الكبير تحديدا، في الغالب بين صلاتي المغرب والعشاء، أكثر من 10 أعوام. وأحيانا بعد صلاة الظهر، سيما في شهر رمضان المبارك، بعد صلاة الظهر داخل المسجد العتيق الكبير، وبين المغرب والعشاء في حوش المسجد الجميل
فقد كان فضيلته علامة الشرق، وكان سماحته علامة السودان كله. هذه تلك الآيات المباركات رسخت في ذهني، لأن الشيخ الأشقر كان يقرأها كثيرا في صلواته الجهرية، وعدد من السور القصار. والذي يلازم إماما واحدا فترة من الزمن يتتبع الآيات التي كان يقرأها، هكذا هي. لأنه القرآن الذي يتنزل عليك حفظا وتدبرا أثناء الصلوات سبحان الله يرسخ في الذهن يعني. فالشيخ الأشقر رحمة الله عليه كان يقرأ هذه الآية كثيرا، الآيات كثيرا: إن الذين قالوا ربنا الله، والذين استمعوا وتتلمذوا عليه، سواء كان في المسجد الكبير أو في مسجد الترعة الحي الذي كان يعيش فيه علامتنا الشيخ الأشقر رحمة الله عليه، يعرفون ذلك. الشيخ الأشقر رحمة الله عليه، لماذا أتحدث عنه في برنامج مع اللغة العربية؟ قد يتساءل متسائل، وله الحق في ذلك. كما قلت إن هذا البرنامج يهتم بأدبيات اللغة العربية، ويهتم بسير من نشر هذه اللغة العربية، وكذلك يهتم بمجاهدات من عمل لنشر هذه اللغة العربية، سواء كان في الوطنين العزيزين إريتريا والسودان وإثيوبيا، أينما وجد المسلم. لأنه واحدة من أهداف هذا البرنامج هو تسليط الضوء على سيرة الذين خدموا القرآن الكريم وخدموا اللغة العربية. وخدمة الإسلام وخدمة القرآن الكريم هو الخدمة المباشرة للغة العربية اللي هي لغة الإسلام. ومن هنا ومن يستطيع أن ينكر ذلك العلامة الجهبذ الشيخ إبراهيم الأشقر، الذي كان فقيها في السيرة، وكان فقيها في المذاهب الأربعة، وكان فقيها في شرح كتاب الله سبحانه وتعالى، وكان علامة وفقيها في علم الميراث، وكان فقيها في علم الأنساب، كان فقيها وعلامة في الطرف والملوحة العذبة التي تحبب المجالس وتحبب العلماء، مجالس العلماء، إلى المتعلمين والتلاميذ، حتى لو كانوا كبارا أو صغارا. فكان الشيخ الأشقر يسوح في كل هذه، وهو كان رجلا قويا صارما لا يجامل في الحق ولا يخاف لومة لائم. وسنأتي إلى سيرة العطرة. دائما أنا كان في بالي هذا الرجل العلامة، لأنني جلست عليه وتتلمذت عليه واستمعت إليه وأخذت منه العلوم الكثير والحمد لله. الجامعات التي درسنا بها وغير ذلك أعطتنا شهادات، ولكنها لم تعطينا ما أعطتناه المجالس، سواء كان مجالس العلم الديني أو مجالس الأدب والثقافة والفنون، أو مجالس العلماء الذين والمقابلات التي أجريها أنا هنا وهناك قرابة 35 عاما 35 عاما أجري أنا ألتقي مع علماء وغير علماء فأتتلمذ عليهم. فالذي كسبته من تلك التجربة والجلوس إلى العلماء والله أكثر مما اكتسبته من الجامعة بكل شهاداتها، سواء كانت مرحلة البكالوريوس أو الدبلوم العالي أو الماجستير يعني، حتى تاريخه. ولذلك كثيرا ما كنت يعني أحدث نفسي متى سأتحدث عن هذا الشيخ الجليل. في يوم من الأيام أشرت إليه في قصيدة عامية كتبتها عن كسلة، وذكرت حضرته. وأنا عرفت هذا العلامة والشيخ الجليل الشيخ الجليل منذ عام 76 أو بالتحديد 77، عندما غادرنا من الوطن الأول إريتريا ودخلنا الوطن الثاني السودان، والمؤمن كل بلاد المؤمنين بلاده.
فعرفته من عام 77 وحتى 91. تخيل كل هذه السنون، حتى أيام الجامعة في الخرطوم، في جامعة أم درمان الإسلامية التي أعتز أنني أحد خريجيها، وشيخنا برضه هو أحد خريجي تلك الجامعة. ولذلك ما عدا أيام الدراسة في الإجازات نعود. يعني أستطيع أن أقول منذ المرحلة الابتدائية ثم الوسطى ثم الثانوية ثم الجامعية. 91 إريتريا دخلت في منعطف جديد، فحملنا ما في جعبتنا ودخلنا تلك البلاد، أهلنا وأحبابنا وبلادي طبعا. ولذلك قلنا نقدم ما نحمل من تجربة وعلم يعني، إلى أن خرجنا منها. خرجت منها 2008 مكرها لا بطل طبعا، كما خرج الآلاف بل الملايين. وعندما وطبعا الإنسان يعود إلى المكان الذي خرج منه. يعني خرجنا من أغردات إلى كسلة، ثم عدنا من كسلة إلى أغردات وأسمرة وقبل الخرطوم، ثم عودة من أسمرة إلى كسلة. فطبعا عندما عدت 2008 كان الشيخ قد انتقل إلى رحمة مولاه، وهو حيث توفي. سنقرأ في السيرة الذاتية 95 رحمه الله. وبكته كسلى وبكاه الشرق وبكاه العالم كله، عالم الإسلامي. يعني فقد علامة، يعني أحد العلماء المعاصرين، يعني الشيخ إبراهيم الأشقر. كان زينة للمسجد العريق، كان يعني شعلة وشمسا. والمسجد العريق يتذكر كيف أصبح يتيما فقيرا عندما انزوى منه الشيخ الأشقر وهو على قيد الحياة لمسألة خلافية في المجادلة والشرح المعروفة بمسألة الرحمن وعلى العرش استوى. والذين سكنوا كسلا يعرفون تلك التي حركها عدد من جهال المدينة، ثم سار نحوها عدد من العلماء، يعني سامحهم الله. وكان رجلا وسطيا ورجلا سلفيا ورجلا صوفيا بالمعنى الصوفي النقي، وكان رجلا برضو، يعني كان رجلا وسطيا. وجعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. فدارت المعركة بينه وبين أحد علماء الصوفية الذي جاء من مدني، أنا لا أذكر اسمه الآن، ولكنني كنت شاهد عيان للمعركة التي دارت بين الشيخ الأشقر رحمة الله عليه وذلك الشيخ الصوفي الذي جاء من مدني. والشيخ الأشقر لم يقبل بالمناظرة، فاكتفى برأيه، شرح معنى الرحمن على العرش استوى، الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة. هذا هو ما تعرف عليه العلماء جميعا، وهو رأي الجماعة يعني. ولكن الناس دخلوا في جدال، فكان حاور نفسه الشيخ الجليل رحمة الله عليه، لا أتذكر اسمه لماذا لست أدري، فجاء من مدني والمسجد على خلفية تلك المعركة التفسيرية، أنا خلونا أقولها. فانزوى الشيخ الأشقر، فأصبح يعني هو طبعا لجنة المسجد قررت إنه الشيخ الأشقر إنه أخذوا قرار. تخيل يعني، تخيل عزيزي المشاهد، يتخذ قرار أن لا يأتي الشيخ الجليل وهو الإمام الراتب وخطيب الجمعة، وهو الإمام الراتب لهذا المسجد يعني. والله أتذكر كيف أصبح المسجد فقيرا وخلاص، يعني كأنه هناك ليس هناك لمن يصلي في ذلك المسجد. ثم فطنت لجنة المسجد أن قرارها ذاك كان قرارا خاطئا بكل قيم الدين وبكل المعايير، فطلب منه أن يعود. ولأنه رجل داعية فلبى الدعوة
وعاد إلى المسجد، فعادت الروح إلى المسجد. والله هذه شهادة لوجه الله أنا أقدم. شهدت حيوية المسجد، وكنا في رعاية الشباب. ثم شهدت على خلفية الرحمن على العرش استوى في التفسير، شهدت كيف أفقر المسجد وأصبح الناس تدخل تصلي وتطلع. شهدت ذلك والناس يتحدثون أين الشيخ؟ طبعا اللجنة العليا. ثم شهدت عودة الروح إلى المسجد، وإن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. فعاد رونق المسجد وعلم المسجد وبهاء المسجد وهيبة المسجد وهيبة العلم إلى أن توفاه الله. خرجت، تركت طبعا الشيخ 91 ودخلت إلى أسمرة. 95 توفي وقرأت عليه الفاتحة. ثم عندما عدت 2008، طبعا كان واجبا علي كمسلم وكتلميذ له، يعني كان علي أن أبحث عن ابنه أبا ذر، الدكتور أبا ذر إبراهيم الأشقر، زميل دراسة في المرحلة الثانوية. بحثت عن هاتفه فوجدت الرقم واتصلت عليه معزيا. قلت له: دكتور، والوقت ذاك ما عمل الدكتوراه ولا عمل 2008 لست أدري. فقلت له: أعزيك في والدي وشيخي وأستاذي العلامة والدك إبراهيم الأشقر. وذكرته لأنه نحن كنا في مرحلة ثانوية، فتذكرني فقال لي: أحمد الشريف الذي ذهب إلى أسمرة. قال لي هكذا. قلت له: نعم، كيف حالك، أين؟ وهكذا، وعزيته وقرينا الفاتحة وترحمت عليه. فقلت له: والله أنا اتصلت لأعزيك على الشيخ العلامة الجهبذ إبراهيم الأشقر، ولم نلتقي لأنه كنت على عجل وخائفا أترقب طبعا حقيقة نقول يعني. فتركت كسل إلى الخرطوم. هذا العلامة الجهبذ كنت أبحث عن معلومات عنه، والقنوات التي أعمل بها غير قنوات سلامة الإعلامية المباركة، يعني أفتح هناك كذلك شيء من ذلك. لكن أنا أتشرف اليوم أن أتحدث عن علامة كرس حياته وماله وعلمه وأهليه وذويه وكل ما كان حوله، كرسه من أجل الدين، من أجل تثقيف الناس وتعليم الناس، ولأن يهدي بك الله رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، في الحديث النبوي الشريف. ظل الرجل متمسكا زاهدا عفيفا قنوعا بما عنده، علامة الشرق، كان يعني يعتلي صهوة دراجة هوائية، هكذا عرفناه إلى أن رحل منها قبل أن يتركها بعد أن يعني أصيب في حادث رحمة الله عليه. يعني كان السيارة شيخ الأشقر بعلمه كان يمكن أن يقود طيارة يعني، والعلماء ورثة الأنبياء، ولكن الأنبياء والعلماء هم زاهدين عن هذه الدنيا فيسيرون، فيأتي من طريق واحد مزينا شارع كسلة التي يمر بها من حي الترعة فيما أظن إلى أن يأتي المسجد الكبير، والناس ينظرون إليه ويتعلمون منه، يتعلمون منه الأناقة ويتعلمون منه التواضع ويتعلمون السلام ويتعلمون الاحترام، ويبادل الناس التحية. أنا لم أرى الشيخ الأشقر إلا في المسجد أو على صهوة دراجته الهوائية، وأحيانا كان يجلس في مكانين ثلاثة أنا سأشير إليها عندما يكون لديه سعة. والدعاء هكذا، أنت كداعية لا تنكفي ولا تدخل إلى كهف كما يعمل كثير من الناس. الداعية الذي ليس كافيا أن تدخل المسجد وتقدم خطبتك وتؤم الناس وتعتلي المنبر يوم الجمعة وخلاص وإنت وتدخل، لا، الداعية لا بد أن يكون عنده احتكاك بالمجتمع، لكن يختار المكان طبعا. لا يمكن أن يجلس في مقهى عام، مكان هكذا، ما عارف، أماكن التجارية المعروفة هذه، لكن ينتقي. وأنا هنا أستحضر الشيخ عبد الله الأزوز رحمة الله عليه، ذلك العلامة
مؤسس ومدير المعهد الدين الإسلامي بأغرداد، الذي شرفنا بالدراسة فيه سنة واحدة. ولذلك ذلك العلامة، وهو عالم، هو في نفس المصاف بتاعت الشيخ الأشقر. كان الشيخ عبد الله الزوز يجلس إلى رجل واحد في مدينة أغرداد، وهو عمنا غرامة، كنا نسميه هكذا غرامة، وقد تكون هي كرامة، الرجل اليمني الإريتري. كان عنده محل فاتح على المسجد الكبير، فمحل يشتري فيها الجلود بعد ذبحها، طبعا البهائم بعد ذبحها. وكان رجلا ينشط في بيع شراء الجلود وبيعه وتصديره إلى أسمرة. فكان ذلك الرجل عمنا غرام رحمة الله عليه يحترم العلماء، فخصص له مجلسا في دكانه على الزاوية والدكان، فعمل له مجلسا يعني زي منبر كده، فيه مخدة وثيرة. العلماء إذا ما احترموا في هذه الدنيا، من الذي يحترم يعني؟ لأنه كان يعرف قدر هذا الرجل. فمجلسه والمكان مرفوع كده، فاتح من طبعا الأغرداد سخانة يعني، فالجو حار وكل الباب واسع والشباك زي هو شباك مفتوح كده ومطل على الشارع. فالشيخ عبد الله الزوز رحمة الله عليه أنا شهدته وذاكرة حية حتى الآن والحمد لله، يجلس هنالك ويتأمل الشارع، ويجلس من جواره يكون عمنا غرامة، وأحيانا نفر نفرين، لكن في الغالب تلاقيه جالس ويشوف. وكان هو الرجل الذي يذهب إلى مزرعته. وأنا إن شاء الله يوم نجي نتحدث عن الشيخ عبد الله الزوز رحمة الله عليه، لابنه محمد الحسن التحية والسلام ولأسرته. ولذلك يعني أن تجلس في مكان يوقر العلماء ويحفظ لك مكانتك، هذا شيء يجعلك أنك تحس بحركة الشارع، ثم توجه رسائلك من خلال المشاهد التي تراها، توجههم ما أمر به الدين. الشيخ إبراهيم الأشقر برضو كان له مكان، زخانة كسلة، والدكان بتاعت عمنا معاذ بابكر درويش كان يجلس فيه أحيانا، لكن في الغالب هو ذاهب إلى المسجد وراجع من المسجد ذاهب إلى البيت. هكذا عرفنا ذلك الرجل العلامة. ف وافترقنا طبعا أنا والدكتور أبو ذر. سأتوقف هنا عزيزي المشاهد لفاصل قصير، وأعود إليكم. هذا تمهيد طبعا لسلسلة حلقات سأكرسها عن شرف واعتزاز للشيخ إبراهيم الأشقر رحمة الله عليه. هذه الحلقة، هذا الجزء والجزء الذي يليه تقدمة واستهلالة. فأترككم في فاصل قصير وأعود إليكم بعد قليل أيها الإخوة والأخوات. بسم الله الرحمن الرحيم. عدت إليكم مشاهدي الكرام في الجزء الثاني من الحلقة 33 بعد 100، وهي تمهيد وتقدمة للحديث عن فضيلة الشيخ إبراهيم الأشقر رحمة الله عليه. فكنت دوما أفكر أن أتحدث عن هذا العلامة رحمة الله عليه الداعية إبراهيم الأشقر، إلى أن حان الوقت والحمد لله يعني، ولكل أجل كتاب طبعا. أنت كصحفي أحيانا تفكر أن تتحدث عن شيء، تتحدث عن موضوع أو فكرة، ولكن تدخل عليك فكرة ثانية، فهكذا إلى أن يحين الوقت الذي قسمه الله يعني، ولله الحمد من قبل ومن بعد. فجاتني الفكرة إنه خلاص، قلت لابد أن أتحدث اليوم عن الشيخ الأشقر. فبحثت في الإسفير الإلكتروني، فدخلت على موقع كسل الوريفة، وجدت بعض المعلومات، وبحثت عن صورته فضيلة الشيخ، شخصيات كسلاوية، ولم أوفق يعني. فهذا
دار حديث بيني وبين أحد زملاء الأعزاء يعني. والصحفي بالمناسبة كثير العلاقات وكثير المصادر وكثير الأفكار والفكرة يعني. فكنت في حديث أخوي مع الأخ العزيز الأستاذ رمضان محمد نور، له كل المعزة والتقدير، وهو دفعتنا في الثانوية كسلة، وهو الرجل المتدين من يوم يعني، له التحية. فجاء حديث عن كسلة والأيامنا في الثانوية الأكاديمية وما إلى ذلك، وتطرقنا إلى فضيلة الشيخ الأشقر رحمة الله عليه، إلى أن فقلت له فين الدكتور أبو ذر ابن الشيخ الأشقر؟ قال لي موجود في السعودية، هو دكتور ومحاضر في واحدة من الجامعات. فقلت له رجاء إلي برقم هاتفه، فتكرم علي وأعطاني رقم هاتفه. فأنا طبعا كنت متحفظ أن لا أتحدث عن فضيلة الشيخ إلا أن يكون بيني وبين الدكتور أبو ذر إبراهيم الأشقر نوع من الحديث، ويعطيني ما كتب عن والده فضيلة الشيخ الأشقر رحمة الله عليه. كان معروف بالشيخ الأشقر يعني. فاتصلت عليه مجرد ما أن وجدت رقم الدكتور، وهو يقيم في السعودية محاضر في واحدة من الجامعات، له التحية ولأسرته آه، المعزة الخالصة والتقدير الكبير، لأنه هم سلالة الشيخ الأشقر يعني، أحفاد الشيخ الأشقر. فمشكورا دار حديث بيني وبين الدكتور أبو ذر. وأبو ذر ذلك الرجل العلامة من يومه يعني، برضو أنا لا أنسى مجاهداته مع أولئك الجمهوريين في مدينة كسلة، ونحن فقط أكاديميين، وقليلا من جلوس إلى العلماء زي الشيخ الأشقر رحمة الله عليه وآخرين مع في المسجد الكبير. لكن أبو ذر كان رجلا يحمل فكرا ويحمل رؤية ويحمل مشروع يعني، يجادل أولئك الجمهوريين الذين كانوا يقفون جماعات وينشرون ذلك الفكر الغريب يعني، البعيد كل البعد عن الفطرة يعني التي فطر الناس عليها، وإن الدين عند الله الإسلام. فكان رجلا يعني أمة من الناس، وفينا هو طالب ثانوي يعني. فاتصلت عليه فقلت هل تتذكر هذا الصوت وكذا؟ ما اديته يسمع على طول يعني، تمهيد وكذا مداعبة يعني. فقال لي والله كأني أعرف هذا الصوت يعني. فقلت له معك العبد لله أحمد شريف. أين أهلين وكذا والتحية والسلام، وهو كان رجل محترم يعني، وكان طبعا من الناس اللي يتعاونوا، بل كان ضمن الفريق الإذاعي من على البعد يعني في كسل الثانوية التي كنت أرأس إذاعتها آنئذ يعني ثلاث سنوات. يعني أخذت مبادئ العمل الإعلامي من والشريفي ثم الثانوية كسلة، ثم عمدناها بالشهادات التي تعمد من الجامعة الإسلامية يعني للجامعة الفضل ولأساتذة الكرام سودانيين وغير سودانيين، لهم الشكر والتقدير. فقال لي أيوة أحمد شريف بتاع الإذاعة وكذا وبتاع، وضحكنا وأنسنا قال لي أين أنت يا رجل؟ قلت له أنا مشيت أستراليا أو هنا. وكان يستبعد أسمرة، فوجدني بعد زمن، بعد 2008 يعني كذا من السنين، في 2024 يلقاني في أستراليا. فقلت له، حدثته عن فكرتي، فقلت له دكتور أبو ذر العالم هو محاضر في واحدة من الجامعات كما قلت. قلت له أود أن أتحدث عن فضيلة الشيخ الأشقر رحمة الله عليه. فقلت له هل كتبت شيئا عن والدك؟ والحق يملك. قال لي والله ما لم أكتب مع الأسف الشديد. والناس هكذا يعني، فلأنه رجل أكاديمي ورجل داعية ومشغول بأشياء، فسيأتي يوم من الأيام سيكتب يعني. طيب قلت له بما تساعدني؟ هل لديك ما كتب عن والدك؟ أنا عايز كتابات جادة يعني. قال لي عندي كم هائل. قلت له بالله إلي بي، والهدف هو هكذا كذا كذا، وسأتحدث عن فضيلة الشيخ، ولكن لا أود أن أتحدث عنه
حديث من ذاكرة الحلقات. وعندنا مواقف كثيرة أنا ساجي وأتحدث عنها، وهذا جزء من التوثيق كذلك. لكن أود أن أقدم معلومات يستند إليها وتكون موثقة يعني. فمشكورا يعني تكرم بعدد من المقالات، بما فيها قصيدة عصماء كتبها أحد الشعراء، وأنا أتشرف سأقرأها ضمن سلسلة الحلقات. وقلت له: يا أخي، ما نستضيفك يا فضيلة الشيخ أبو ذر إبراهيم الأشقر. وطبعا فمعروف أنه نحن نحن الشرقيون والشرقيين، يعني سواء كان من الشرق، المشرقيين عموما، لا نتجاسر أن نتحدث عن أهالينا. أما عن أنفسنا وبتاع، هذا طبعا سابع المستحيلات يعني. ولكن دائما يعني يمكن أن يتحدث عن آخر يعني. فأنا أعرف هذه الطبيعة المشرقية التي تتلبسنا، ولذلك كثير من المعلومات تنشر معلومات مغلوطة أحيانا، ولو تحدث عنها وكتبها من آل البيت، يعني من الذين هم قريبين للداعية للعالم للأكاديم وما إلى ذلك، بتكون فيها أكثر صدقية، وفي نفس الوقت معلومات 100%. وأنا وددت أن أتبين وأثق على المعلومات، ومشكورا تكرم. فقلت له: يا أخي، إيش رأيك نستضيفه؟ قال: اعتذر لأنه مشغول. أنا ما أعرف لماذا، ولكن حين ميسرة في يوم من الأيام إن شاء الله سنأتي يعني. وأنا إذا عزمت أتوكل على الله، وإذا فكرة يعني فلان لازم استضيفه، إذا قلت يجينا في يوم من الأيام إذا مد الله في الآجال إن شاء الله. فهذه هي التقدمة التي قبل أن أنا ما حأتحدث عنه اليوم المعلومات، ولكن يمكن في نهاية الحلقة أبدأ بالحديث عن معلوماتنا عن الشيخ الجليل إبراهيم الأشقر رحمة الله عليه، من خلال ما أفاد به ابنه الدكتور أبو ذر إبراهيم الأشقر. طبعا خلونا نتحدث قليلا يعني. أنا لماذا أتحدث عن فضيلة الشيخ إبراهيم الأشقر في برنامج مع اللغة العربية؟ لأن الذي عرفته أنا في فن اللغة العربية، فن الخطابة، فن الأداء، الحضور، كيف تخاطب جمهورك، أقسم بالله العظيم أنا ما تعلمت من الشيخ الأشقر لم أتعلمه في مدرجات الجامعة الإسلامية حقيقة يعني. لأنك أصلا أولا تأتي إلى المسجد وتجلس رغبة وليس رهبة، والمجلس عامر، والرجل طبعا في الفصاحة والبلاغة وحسن البيان. يعني خطبة الجمعة وخطب العيد، لو كان السودان يسوق لعلمائه يعني كانت مفروض تنقل على الهواء مباشرة يعني. لكن إلى أن تأسس إعلام كسلة، والتي بدأتها بالإذاعة مثلا ولاية كسلة، وكان الشيخ الأشقر رحمة الله عليه من أوائل الذين افتتحوا برنامجا للفتاوى، وكان البرنامج بين السائل والمجيب. وأنا أزعم فأقول إن هذا العنوان اختاره فضيلة الشيخ، لأنه كان يجيب على تساؤلات المواطنين أو المسلمين عموما. وعندما نقول كسل، شنو يعني؟ كسل ما هي إريتريا الصغرى يعني، حقيقة يعني. فأنا أقول لقد تعلم جمع هائل أمة من الناس دعاة على يد الشيخ الأشقر من الإريتريين، سواء كان في المسجد الكبير أو في مسجد ترعة أو في المساجد الأخرى. ولعل المشاهد الكريم إن شاء الله يتحفنا بالتعليقات عندما تبث هذه الحلقة. وعلم الناس اللغة العربية. البلاغة التي كانت عند الشيخ الأشقر، يعني كان رجلا، أنا لم أسأل ابنه
أبا ذر هل كان يكتب الشعر؟ ولكن الخطاب الذي كان يقدمه باللغة العربية الفصحى كلام مسجوع وكلام منظوم، يعني فيه جرس موسيقي. أما البلاغة والنحو والصرف وما إلى ذلك هو الذي لا يشق له غبار، ولا تجد ولا خطأ واحدا في حديثه. حديثه معرب وفصيح يعني، وكلام مسجوع، كلام فيه جرس موسيقي نغم. ده غير العلم الذي يحتويه والفكرة والرؤية. وكان مواكبا يعني خطابه، الخطاب الأسبوعي، خطاب الجمعة أو خطبة الجمعة، كانت تتناول شيئا من حياة الناس. وأنا يعني سأشير إن شاء الله إشارات في الحلقات القادمات. و... ولذلك كانت لغته لغة العلماء، وهو عالم جليل يعني، خريج. سنأتي على سيرته الذاتية. وتتلمذ على علماء وعلم نفسه، يعني علمها علم يعني راسخ. شيخ الأشقر تسأله أي سؤال في الدين ويقول لك كان عالما وسطيا. قال المالكية كذا في هذا الموضوع، وقال الإمام الشافعي كذا، وقال أحمد بن حنبل وأبو حنيفة النعمان قال كذا. وما يقول لك أنا أحيانا يشير الأحوط هكذا. وكان رجل طبعا صوته جميل. أنا لم أسمع لعالم طروب الصوت وأداء جميل كالشيخ الأشقر، أقسم بالله العظيم. يعني يأسرك، يعني تستمع إليه بانتباه. وما كل عالم بالمناسبة يعطيه الله علما غزيرا وحضورا يعني مبهرا وصوتا جميلا وحضورا وطرفا وملح. مجالس الشيخ الأشقر لم تكن مجالس كده فيها كده بس والناس هناك. تخيل تضحك وتبتسم، وما طبعا ما في قهقه، لكن فيه ابتسامة. وأحيانا في ناس كانوا هو لا يقهقه، لكن في ناس أنا وحاتي إلى أحاديث كثيرة يعني تقهقه يعني. ولكن كل حتى الطرف والمواقف مرتبطة بما يطرحه من فكرة دينية. ودي بالمناسبة العلماء الكبار يميلون الإنسان لما هو يعني شيء وشيء. انظر إلى دروس الإمام محمد متولي الشعراوي رحمة الله عليه، فيها شيء من ذلك. وانظر كذلك إلى مجالس كثيرة من مجالس العلماء، فيها من ما يحبب ما هو الإنسان يحب يفرفش شوية، يضحك قليلا يعني أو يبتسم يعني. والذين شددون وهكذا وما في أي ما كلها بتاع، تلاقي علماء طلابهم وجلاسهم مش كتار يعني. انظر إلى الشيخ مثلا على سبيل المثال يعني الشيخ مشاري، يعني بدر المشاري أنا أتابعه. فيه كثير من فيه الدفقات اللي بتخليك شوية تبتسم وتصحو وتتابعوا وهكذا. وهكذا برضو الطريفي وغيرهم وغيرهم يعني، العريف يا أخوان الشيخ محمد يعني، وكثير من العلماء. الشيخ الأشقر كانت الطرفة حاضرة عنده، والعلم غزير متدفق نهر، والقرآن حاضر، والانتباه يعني. وهو أحيانا أنا أقول إنه لما يشوف الناس شوية قاعد تسرح ولا كده يجيب شيء يعني. فكان ذكيا ولماحا ويقرأ ويتفرس العيون وما إلى ذلك. وعنده عبارات مشهورة كان يقول يعني، فلأنه كان جامعة فيها اللغة العربية وفيها الدين وفيها الذكر وفيها علوم السير، فيها القرآن الكريم وفيها الميراث وفيها،
تسأل من أي شيء ويجيبك بكل أمانة. ف ودرسه دائما، يعني دي نظرية في الإعلام نحن درسناها بعدين، اللي هو التفاعل، التفاعلية. يعني لا ترسل الرسالة وخلاص تقيف، يعني لا، لابد أن تستقبل رسالة من الجمهور الذي تستهدفه يعني. فشيخ الأشقر كان برضو رجل ضابط زمن، يدي درسه وعارف إنه حيتيح المجال 10 دقائق كده كده للأسئلة إذا كان لديكم أي سؤال وكده بتاعه، والناس هنا وتجيب وبعدين يعني في الصميم الإجابة، يعني في الصميم يعني. وكان يعني رجلا ضابط زمنه بشيء، يعني تعلمنا منه والله ضبط الزمن والتحكم فيه وإدارته حقيقة يعني. وكان رجلا كذلك، رجلا أنيقا وظريفا وسمحا يعني. يعني مما أتذكر أنه كثير من العلماء اليوم تلقاهم يجلسوا في الصف الأول يعني قبل إقامة الصلاة يعني. أنا سآتي إلى السرديات العالقة في الذهن، ولكن دعوني برضو أقول شيئا من ذلك كتقدمة يعني قبل أن نأتي إلى سيرته ومواقفه في الدين يعني. لا يخاف في الله لومة لائم. فالشيخ الأشقر كان دائما يأتي قبل إقامة الصلاة. وأنا أترحم على شيخنا محمود، وهو من أهلنا من الأسرة يعني، كان مؤذن المسجد الكبير الشيخ محمود، له الرحمة والمغفرة. فالشيخ الأشقر لا يجلس في الصف الأول قبل أن تقام الصلاة، يجلس في النص. وجلسته في النص معناه شنو؟ العلماء عندما تقام الصلاة يتأمل الصفوف كيف هي، مش يجيب في الصف الأمامي محل المحراب استووا كده بتاع. لا، شيخ الأشقر يعني يفاجئك صوته. يعني أنت والله أنا كنت بشوف دي، هذه سياسة جميلة بالمناسبة. يعني أن يأتيك، وإذا دخلت مش الناس الحق دي ولا الركعة تفوتك. لا، إذا أنت دائما مداوم وتجي قبل إقامة الصلاة بدقائق وكده، يعني في إقامة الصلاة طبعا المؤذن لا يقيم الصلاة إلا بأمر من الإمام الراتب يعني. وأنا من هنا أقول إذا زرت المسجد فاحترم القوانين الموجودة. وحدين يزور مسجدا لأول مرة فتقاوي عين هكذا ويقول يا جماعة الصلاة لسه، يا أقيموا الصلاة. معقولة يا أخي أنت جاي تصلي حتى لو كنت ترتاد المسجد؟ الإسلام إنما جاء هذه الصلاة ربنا نزلها عشان نضبط بها حركة الحياة. فليس مندوحة لأحد أن يأمر المؤذن أو الذي سيقيم الإقامة إلا الإمام. هذه من صلاحيات الإمام. لو كنت أعلم علماء عصر دخلت مسجد فتنتظر لحد الإمام الراتب يقول أقيموا الصلاة. وفي واحدين يتبرعوا براهم ويقيموا الصلاة إقامة، يقول الله يفاجأ الإمام الراتب ويفاجأ المؤذن، ولا إقامتين للصلاة يعني، كما لا إمامين في مسجد واحد يعني، في مكان واحد أو في آن واحد. فالشيخ الأشقر رحمة الله عليه كان يمتاز أنه يجلس حيث ينتهي به المقام وهو داخل بعد أن يتوضأ وهكذا. فيجلس أحيانا من الجهة الأمامية بتسمع العبارة التي كان يقولها ليلفت عناية المؤذن ليقيم الصلاة. أحيانا من النص، أحيانا من الاتجاه الثاني، أحيانا من وراء، أحيانا شو. فأنا الحاجة دي كانت تستهويني، أقول وأنا جالس من أين سيأتي صوت الشيخ الآن يعني. وفيها حقيقة فيها متعة بالمناسبة. والمساجد هكذا يعني، المساجد يعني مش تدخل الله أكبر السلام عليكم، مش هكذا. يعني أنت تدخل المسجد، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول أرحنا بها يا بلال. ينبغي أن تكون الصلاة راحة،
فأنت جالس كده تسبح ولا تقرأ، قبل هناي قم الصلاة، يأتي صوت كده هادر، فيه نغمة، وفيه هيبة الإسلام، وفيه الخشوع، وفيه الهناية. قم الصلاة، طوال الشيخ محمد عمنا محمود، الله أكبر الله أكبر، يقيم الصلاة. ويبدأ الشيخ الأشقر يساوي في الصفوف من المكان الذي هو فيه إلى أن يأتي إلى الصف الأول. استووا قبل أن يكبر، فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. استووا قبل أن يقول استووا، ويقول الأول فالأول، فما كان من نقص فليكن في الصف الذي يليه. استووا يرحمكم الله. هذه أنا أخذت منه، الأول فالأول، فما كان من نقص فليكن في الصف الذي يليه. واستوي يرحمكم الله، فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة وبتاع، ويكبر. تتمنى أن تكون الصلاة جهرية، تتعلم من الشيخ كيفية القراءة والترتيل والتأمل في كتاب الله. وكان رجل يقرأ من السور القصار، وحتى لو طلع في السور الكبار يقرأ شيئا. وطبعا يعني الإمام، شروط الإمامة، وعالم جهبذ يعني. وهكذا تستمر الصلاة، وفيها الروحانية والمتعة وما إلى ذلك. وكان رجلا طبعا يلبس القفطان والثوب السوداني، والقفطان ملفوف كده مخطوط هنا وإذا تزينه فهو العالم الوقور، الذي والله لا تستطيع أن تنظر إليه هكذا. والعلماء هكذا، هم علماء العظام، علماء يعني ربنا يعطيهم الوقار ويعطيهم القوة وما إلى ذلك. وكذلك كان يدعو بعد الصلوات يعني، والناس يؤمنوا، ولم يختم درسه إلا بدعاء. والله الدعاء الذي أنا أقوله أنا أخذت منه، أن اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ونعوذ بك اللهم من فتنة القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال، ومن عذاب النار وسوء المصير. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وعلي وانصر كلمة الحق والدين، وأهلك الكفر والمشركين أعداءك أعداء الدين. يعني كان تتعلم منه كيفية الدعاء، كيفية التوجه إلى الله سبحانه وتعالى، والناس يؤمنون. آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين. هكذا تختتم حلقاته. وبعد الهناية الناس برضو يتلموا حوله، بعد مع أنه أعطاهم فرصة ليسألوه ويجيب، فلا يقول لا يتضجر، يقول يا ما قلنا الفتنة، ما خلاص الزمن انتهى، ما في. يوقفه هذا ويوقفه ذاك، وفيه طبعا الضحكة والابتسامة، يدعو بالتي هي أحسن. وفي الشارع وهو ماشي وحدين يوقفوه كمان ويفتي. وهكذا كانت مجالس الشيخ الأشقر. معظم الناس الذين تحلقوا حوله، سواء كان في مسجده وفي المسجد الكبير وفي الحلنقة أحيانا برضو، معظمهم كان من الإرتريين، من أهلنا وأحبابنا يعني. ولذلك وكان يدرك ذلك، يدرك هذه المسألة. فمجالس فيها الطرف، وفيها كثير من الأشياء مع العلم الغزير، شرح في كتاب الله، شرح من الأحاديث، شرح كذلك الأحكام الفقهية، وحركة الناس اليومية. ولذلك كان برضو يعني أنا أقول في واحد كان يجوا برضو ليسمعوا حضور هذا العالم الجليل يعني والعلامة. فأنا أذكر يوم من الأيام، وهذه تقدمة أنا بقول لحد ما نجي إلى سيرته العطرة. فذات يوم كنا جالسين، والدنيا كان يبدو لي شهر يونيو أو يوليو، حيث الأمطار بمدينة كسل يعني، وبرضو إريتريا على الجهة الشرقية يعني، على نعم الجهة الشرقية لكسل يعني. فإذا
برقت السماء، وتعرف انه وفي نسيم عليل جاي كده من جهة الشرق، تعرف انه اريتريا مطرانة يعني. فالشيخ الاشقر مرة وهو يعطي درسه بعد صلاة المغرب، بين المغرب والعشاء، وجالس على كرسيه، و فشاف البرق كده، برق اتجاه الشرق كده. فالناس انتبهوا يعني، الحضور ما هو وسط الغالبية الإريتريين يعني، أهلا الناطقين أو الناطقين بالتقريت يعني. وطبعا في السودانيين، وفي الناطقين بالتقريت من السودانيين. فانتبه الشيخ، طبعا شوفوا، مع انه قاعد يشرح في علم الدين وفي المذاهب وشيء من ذلك يعني. فلما انتبه وشاف الجماعة والما برقت كده، انتبهوا كلهم يعني. وطبعا البرق كده ما هنا وفيه رعد أحيانا. فانتبه إليهم وشافهم كلهم وجهوا قبلتهم نحو اتجاه الشرق يعني، واتجاه إريتريا يعني. فطوالي قلب الحديث، قال يا جماعة كما قال الشاعر، قال. وطوالي دخل في لغة التقريت. وهو طبعا من منطقة السبدرات يعني، من قبيلة السبدرات، يعرف اللغة التجريعية مضبوط، ويتحدث بها مع شيء من الناس، قليل من الناس، ولكنه ذلك الرجل العربي الفصيح الذي لا يلوي لسانه أبدا. فقال يا جماعة كما قال الشاعر، قال لا مدى اللمها إلا مدراته من تسفال المحقاته، قال. ف... والله أنا شاهد عيان يعني. فالجماعة أن سيدنا ده كم قال له كده، سيدنا قلت شنو؟ قال له، قال كما قال الشاعر، قال لأنه أنا شفتكم أول ما برقت كده كلكم وجهت وجهكم نحو المشرق كده يعني. يعني قاعد يقول لهم باختصار نحو إريتريا يعني. فقال لهم لا مدى اللمها إلا مدراته من تسفال الماء حكاته يعني. يعني بلد التمطر، وإذا اشتاقت من حقها أن تشتاق إليه يعني. كلام بلغة التقريت، كلام في الشعر جميل يعني. لا مزلمها إلا أو ما لا مدلمها إلا مدراته من تسفال المحقات، أو كما قال اليوم. الجماعة انبسطوا وتكيفوا وضحكوا يعني، ما شاء بارك الله فيك سيد كذا. ودخل في حديث. من هذه الشاكلة كثير من الأشياء الجميلة لشيخنا، أستاذنا، والمربي الجليل، الداعية المجاهد، الشيخ إبراهيم الأشقر. خلوني أتحدث قليلا مما أرسله إلي أخي وزميلي الدكتور أبو ذر عن إبراهيم الأشقر العلامة. كتب أحد الكتاب، وهو حقيقة أجاد في الكتابة. وخلوني أقول اسمه الذي نشره. تحدث عن القصيدة، وتحدث كيف كان تشييع جثمانه عام 95. ما شايف الاسم، ولكن نسأل الله أن يجزيه كل الجزاء. تحت عنوان وكأنه مقتبس من كتاب. شايف الصفحة على البي دي اف رسله لي دكتور أبو ذر مشكورا. الصفحة 105: بيننا وبينكم يوم الجنائز، مكتوب كده عنوان فرعي، يقول إبراهيم أشقر. يعني ناس كسلة كان يقول إبراهيم أشقر. يقول هيا يا قلمي تدفق بليلا لتروي سيرة عالم شرق السودان الزاهد الورع، صاحب المناقب البديعة، وصاحب واحد من تلك الرموز التي نشرت نور العلم ورفعت راية السنة النبوية الشريفة. إنه العالم العامل، حقيقة كان عالما عاملا، إبراهيم الحاج أحمد أشقر. ولد الشيخ أشقر بمنطقة سبدرات شرق مدينة كسلة في شرق السودان عام 1930. بالله كم العمر الذي عاشه الشيخ أشقر؟ يعني توفي 2000 1995، مولود سنة
1930. احسبها عزيزي المستمع والمشاهد الكريم. بدأ رحلته العلمية مع كتاب الله تعالى، حيث درس بخلاوة السبدرات. والناس يجمعون كلمة خلوة على خلاوي، خطأ. خلوة خلاوة، فتوى فتاوى، وهكذا. بدأها في خلاوة سبدرات، ثم تدرج في طلب العلوم الشرعية، فزامل حلقات العلم يومها. وتبرز لنا الشخصية الحقيقية لهذا العالم في اجتهاده الفردي في الازدياد من العلوم الشرعية، حيث دأب في ذلك وجد ولم يتوانى في مشواره المبارك طلب العلم الشرعي. ولقد تعود الناس في مدينة كسلى رؤية ذلك المنظر المهيب، حيث الشيخ إبراهيم أشقر محتضنا كتب العلم في مجيئه وذهابه. لا تخلو تلك اليدان عن كتاب هو عندها أغلى من الدر المكنون، بل إن حاله كانت أكبر مذكر للناس بحال الماضين من العلماء الذين كانت أوقاتهم موقوتة على طلب العلم النافع والتزود من الميراث الطاهر. وقد تقلد الشيخ الجليل إبراهيم أشقر عدة وظائف. عمل مرشدا دينيا بمنطقة القاش، انتدب لوزارة المعارف في المملكة العربية السعودية لمدة 2 سنين. عمل إماما للجامع الكبير بمدينة كسلة منذ عام 63 إلى وفاته 12/9/1995، إلا تلك الفترة القصيرة التي لم يرتادها المسجد نتيجة للقرار الذي تحدثت عنه في الجزء الأول من هذه الحلقة. كان الإبراهيم الأشقر رحمة الله عليه مواظبا على إقامة الدروس في مساجد مدينة كسلة، حتى مساجد أم درمان عند زيارتها، خاصة في شهر رمضان المبارك. عزيزي المشاهد وعزيزتي المشاهدة، سأتوقف هنا على أن نكمل إن شاء الله في الحلقة القادمة هذه السيرة العطرة، ونتحدث عن شيء من مناقبه بإذنه تعالى. وأختتم هذه الحلقة بالآيات التي تلوتها عليكم، وتلك الآيات التي كان يقرأها كثيرا شيخنا الأشقر رحمة الله عليه. يقول الحق سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، إلى آخر الآية. رحم الله الشيخ الجليل إبراهيم أشقر رحمة الله عليه رحمة واسعة، وأسكنه الفردوس الأعلى مع أولئك المقربون في جنات النعيم. ونسأل الله أن يجمعنا به في مستقر رحمته، لأن المؤمن مع من أحب. اللهم إنا نشهدك نحن أحببنا الشيخ إبراهيم الأشقر وهو حيا بيننا، ونحبه وأنت شاهد على ذلك حتى وهو راحل منا، فاجمعنا به في مستقر رحمتك، آمين إن شاء الله. ألتقيكم في الحلقة القادمة لنكمل السيرة وتحدث شيئا من ذكرياتنا مع الشيخ الأشقر رحمه الله وأحسن مثواه، ولتلاميذه ومريديه كذلك. إذا أردتم الحديث عن ذلك الشيخ الفاضل الجليل اتصلوا بنا على الخاص، اكتبوا لقناة سلام إدارة وإشرافا. نحن على أتم الاستعداد لنكرس
سلسلة حلقات لهذا العالم الجليل الذي أفنى حياته كلها من أجل الدين والعلم والإسلام واللغة العربية وأشراف الأمور التي تنفع في الدنيا والآخرة. أسأل الله أن يجمعنا وإياكم في الحلقة المقبلة. حتى ذلكم الحين تقبلوا تحيات محدثكم أحمد شريف، معد ومقدم البرنامج أي مع اللغة العربية من قناة سلام الإعلامية المباركة. تحياتي وتحيات الزملاء في الإشراف والإخراج والمونتاج. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.